السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم جبنا لكم وصفة قطايف بالكريمة وقطايف بالنوتيلا. هذا شكلها. رمضان كريم عليكم وعلى الجميع يا رب. مقاديرها إن شاء الله: عندنا 2 قلاص من الطحين، أي كوب متوفر تقدرون تقيسون بيه، نص كوب من السميد الناعم، ربع كوب من السكر، رشة ملح، قليل من الملح جدا، عندي ملعقة كوب من الخميرة، نص ظرف من البيكنج باودر، وهنا عندي 1.5 قلاص من الماء، 1.5 قلاص من الماء. نظل نحرك بيها ونضيف المي حتى تصير عندنا عجينة طرية ما بيها تكتلات. واللي عنده خلاطة يعني ماكينة يقدر يشتغلها على الأسرع، بس أنا سويتها بيدي حتى اللي ما عنده يقدر يشتغل بيده. هذه الخفاقة نخفقها لما تصير عجينة بدون تكتلات بهذا الشكل. نتركها على جنب حتى ترتاح، خليها ترتاح تختمر. هنا أنا عندي 3 قلاصات من المي، وراح أضيف عليهم 3 ملاعق من الحليب البودر، وراح أضيف 3 ملاعق مال طعام يعني من النشا، وضفت 3 ملاعق من الشكر، وضفت ملعقة من السميد همينة وياهم، وظرف فانيلا ضفته. اللي حابب يضيف هيل مي ورد عادي يقدر يضيف. وخليتهم على النار، ضفتهم على البارد، حركتهم وخليتهم على النار حتى يسخن عندنا. واللي يريد يضيف بعدين من يعني تسخن تقدرون تضيفوا لها قشطة همينة. هنا من بعد ما سخنت عندي راح أخليها ماعون يعني تبرد شوية، وأخليها بالثلاجة حتى نكمل القطايف مالتنا. نتركها حتى تبرد. غطيناها حتى ما يصير عليها يعني قشطة، يعني هالوجه ينشف وتخرب. من بعد ما اختمرت عندي ندهن التاو قليل كلش من الزبد، ناخذ مقدار قليل، هاي عندي چمچة يعني صغيرة، ونسوي بيها. أهم شي نجاح القطايف تعرفونه من الفقاعات، يعني كل ما تكثر بيها الفقاعات هاي، الزروف اللي بداخلها هي معناها ناجحة، وعلى نار هادئة لا ناصية كلش ولا عالية. نضيفها بهاي الطريقة. شوف شلون تطلع الفقاعات، رأسة تطلع بيها هاي الفقاعات، معناها الوصفة عندنا ناجحة. هذه صارت شقرة يعني ما محترقة، بالعكس. هذا شكلها، كلها فقاعات وناجحة 100%. شكلها شلون شقرة، ولا هي عجينة ولا هي محترقة. هنا نسدها ونضيف لها الكريمة. قسم ضفت له الكريمة، وقسم ضفت له نوتيلا. هاي هنا قسم ضفت له الكريمة، وقسم ضفت له نوتيلا، وعندي القطر الشيرة، بس هنا أنا مسويتها أني شوية ثخينة لأن ما يحبوها خفيفة كلش الشيرة، وتصير تخرب القطايف، تخليها تصير مثل العجينة. قليل كلش ضفت، لأن احنا ما ضفت بالكريمة،
وضفت بالعجينة، ما يحبون الشيرة فوقها زيادة، يحسونها تنسحن الرف، فقليل كلش ضفتها. هذا شكلها صار كلش روعة وجداً طيبة. وألف صحتين وعافية عليكم مقدماً.